جايب لكم شرح ازاي تضيف اي لعبة في اللايبراري عندك في ستيم وتلعبها في اي وقت وتلعب، وهفهمك ايه الفكرة. عموما الموضوع سهل وانت تقدر تضيفها بنفسك، مش محتاج اي برامج، مش محتاج اي حاجة. هي بس حاجة نعملها في الاول وبعد كده انت بقى تقرر تعمل ايه. بس الموضوع والخطوات امشي ورايا الفيديو واحدة واحدة، انا هشرح لك كل حاجة ليها علاقة بالستيم حرفيا. كل حاجة انت محتاجها هتلاقيها في الفيديو ده، واللي يزعل يزعل طبعا. اول حاجة هتخش على المدونة بتاعتي، تمام؟ هتلاقيني سايب لك كل الرابط اللي احنا هنستخدمها النهاردة في الفيديو. فاول حاجة احنا هنضيف 1000 لعبة في عندنا في اللايبراري، والموضوع سهل، تمام. اول حاجة احنا ايه فكرة اصلا يعني ايه فكرة اضافة الالعاب؟ هي ستيم تولز حرفيا. يعني ستيم تولز هو اللي بيفتح لك فكرة ان انت اللعبة تبقى ظاهرة عندك في اللايبراري، تمام. فانا مثلا دلوقتي عندي العاب انا ضايفها. فاحنا مثلا تعالوا نشوف احنا كده عندنا كام لعبة ثانية. هنا ايوه عندي 931 لعبة. ففكرة ان انا مثلا لما اخش على لعبة زي سي اوف زيفز، انا دلوقتي دخلت على اللعبه دي فهي موجوده عندي ان انا اقدر اعمل لها انستول. فلما نيجي نستخدم برنامج زي ستيم تولز، فبنخش كده على الموقع بتاعهم وبعدين ننزل تحت خالص لغايه ما نلاقي المربع ده ندوس عليه، هيظهر لنا الصفحه دي اللي احنا هنحمل منها ستيم تولز. طيب قبل اي حاجه، الناس اللي هتقول لي ستيم تولز في هاك، ستيم تولز في مشاكل، ستيم تولز انا جربته مفيش اي حاجه، مفيش الكلام ده. وهوريكم واثبت لكم طبعا، لان انا مش جاي اذيكم، انا جاي افهمكم، تمام. الفكره كلها ان الشيء المنطقي ان اصحاب البرامج التانية او اي حد تاني لما يبقى عامل حاجه وهو اصلا مستخدم ستيم تولز بس مش هيقولك، فلما يبقى حد واخد كده الفكره دي عموما، لان ستيم تولز هو الحاجه الوحيده اللي بتعمل انلوك لللايبراري بتاعتك وتخليك تضيف او تخلي اللعبه عندك تبقى ظاهره في اللايبراري انك تقدر تلعبها، تمام. مفيش غير كده يعني، مفيش حد اخترعها لسه يعني، غير دول بس اللي بيقدروا. ستيم تولز بس هي اللي عندها الخاصيه دي. طيب تمام. فالشيء المنطقي ان الناس التانية تقول لك ده في هاكات وفي مش عارف ايه عشان انت ما تستخدموش، لكن مش عشان هو وحش، عشان هو مش عايزك تستخدمه، تمام، وعايزك تستخدم حاجته هو. فلما نيجي ندوس داونلود هنا، هيحمل معانا. انا طبعا محمله قبل كده بس نحمله معاكم تاني اهو. ندوس يس، انستول، ونسطبه عادي، ونخليه كمان يرن عادي. هو ده هو البتاع المربع ده. لما نيجي نشوف هنا، انا دلوقتي فاتح والبيبر انجن. هو كانوا بيقولوا ان هو بيعدل من السي بي يو، مفيش حاجه اسمها كده. ومش هتلاقيه ان هو اصلا واخد يوزج يعني. ستيم تولز ما بياخدش اي حاجه اصلا. وهتلاقي ان الجي بي يو مستخدم عشان انا الخلفيه بتاعته والبيبر انجن، تمام. لكن هو ما بياخدش من حاجه ولا بيعدي ولا بتاع، واحنا هنمسحه كده كده لو انتوا مش عايزينه. بس انا هفهمكم هو اصلا مهم ليه. لما تيجي تدوس عليه كليك يمين كده، يعني ده ستيم تولز اهو، هنيجي ندوس عليه كليك يمين كده. اول حاجه احنا عايزين نشوف الانلوك. بصوا هتخشوا على اللانش ستيم اوبشن، في حاجه اسمها الانلوك مود، تمام. دول لما نيجي كده نقفلهم، لما نيجي نقفل كده ونرستر ستيم، هتلاقي الالعاب اللي عندنا كلها بقت خلاص ما بقتش يعني. هي انت عندك الالعاب وكل حاجه في اللايبراري، وده بسبب حاجه هوريها لكم دلوقتي، وده اللي احنا هنفهمه مع بعض. هتلاقي الالعاب، في العاب كتير خلاص هي راحت بقت 117. في العاب اللي انا كنت ضايفها يدوي دي اللي ايه، اللي ما بقتش موجوده. فلما نيجي مثلا نيجي نخش تاني، نعمل بقى يعني نعمل اكتيفيت الانلوك مود، وندوس كده ونراستر. كل ده اللي بيبقى شغال عندكم في الخلفيه عموما يعني، لما انت بتستخدم اي برنامج تاني هو ده اللي انت ما بتشوفوش يعني بالمنظر ده. وبعد كده نخش نطلع نشوف الالعاب عندنا بقوا 931 ظهروا تاني، تمام. فده فكره، ده فكره ال الستيم تولز. انا مثلا لو انت احنا خلاص بعد ما عملنا اكتيفيت انلوك مود، احنا ممكن نمسحه لان اي لعبه هنضيفها مش هنحتاج ان احنا نضيفها بالبرنامج ده اصلا خالص. لكن لو انت عايز تضيف دي ال سي مثلا، هتحتاج ده. فممكن تسيبه، هو زي ما قلت لك ما بياخدش يوزج، وانت تقدر انت كشخص، انا مش بقنعك بحاجه، انت تجرب.
جرب وشوف، ما تسمعش كلامي ولا كلام حد تاني، ولا تقعد. انت جرب وشوف الدنيا. انا جربت. انا لو قعدت سمعت كلام الناس ما كنتش هعرف اعمل اللي انا بعمله دلوقتي. انتوا فاهمين؟ لازم اجرب. ف خلاص، فده انا بالنسبه لي لا، انا هستخدمه تاني، فده خلاص اوريدي ده هسيبه، لان عايز اضيف دي السيات بعد كده، عايز اضيف اي حاجه، ده موجود معايا. ستيم تولز اللي الناس اصلا كمان مقلقه منه، هو انا فاتح الويندوز سكيورتي، تمام، وما فيهوش حاجه، يعني ما لقطش اي حاجه، تمام، وشغال كويس واهو، وزي ما قلت لك ما بيسحبش حاجه، وانا جربت وانتوا هتجربوا وهتشوف. بالنسبه بس الناس اللي عايزه تضيف الدي ال سي، عشان انا نسيت اقول النقطه دي. الدي ال سي سهل، زي نفس فكره نفس فكره البرنامج التاني. هو اصلا واخد ستيم تولز، عارفين هو بيفتح لك ستيم تولز اصلا عشان تضيف الدي ال سي. فمثلا احنا هنحط الدي ال سي في فورزا 4، فهنخش على ستيم دي بي، نكتب فورزا 4 ونشوف كده الدي ال سيات. فمثلا تعالوا نختار المتسوبيشي باك لانشر ده، ناخده كده، بناخد الرقم ده كده نحطه هنا، وبعدين نراستر ستيم، نخش بقى على اللايبراري نشوف الدي ال سي ضاف ولا لا. اهي نخش على مانج، وبعدين نخش على اخر واحده، بعد كده نخش على الدي ال سي، وفعلا الدي ال سي اتضاف معانا بالشكل ده. فده كده ازاي تضيف الدي ال سي بكل اختصار. احنا كده خلصنا اول خطوه. هنيجي دلوقتي نشيل الالعاب اللي عندي في اللايبراري دي. هنخش على ستيم كده وندوس اوبن فايل لوكيشن، وبعدين نطلع على config، وبعدين دول الملفين اللي احنا هنعيش بيهم حياتنا كلها، تمام. ركزوا معايا وافهموا الفكره. انت دلوقتي عندك في ملف اسمه بلوجن st بلوجن وديبوت كاش، تمام. الملفين دول حرفيا هم دول اللي بيظهروا الالعاب عندك في اللايبراري. فاحنا st بلوجن هم هتلاقي في ملفات جواها اسمها اللوه دي هي الالعاب كلها اللي عندي، ال 900 لعبه، تمام. ده التعريف بتاعها، الاسم وكده وكل حاجه. ده المانيفست اللي هو ده عباره عن ايه؟ دي ملفات هي دي اللي بتوضح حجم اللعبه وتفاصيلها وبتخلي ستيم اكنه بيقول انت معاك اللعبه دي، وبيديله تفاصيلها وتحميلها وموجوده فين في السيرفرات وكده. فده المانيفست. فاحنا لما بنحطه هنا اكننا معانا اللعبه بالظبط. فهنيجي مثلا على اللغه كده نمسح ده كله، تمام، ونيجي برضو على الديبوت كاش نمسح ده كله. انا بعمل معاكم الخطوات واحده واحده عشان تفهموا الفكره، تمام. وبعدين نخش نمسح ده كده من هنا، خلاص مش محتاجينهم. وبعد كده نخش على نرستر ستيم، اكسد خالص اهو، ونفتح ستيم تاني. نفتح بقى ستيم تاني، تمام. هنخش على اللايبراري، هنلاقي ان الالعاب خلاص اتمسحت فعلا، تمام. فازاي بقى نضيف الالعاب تاني؟ او بمعنى اصح احنا دلوقتي عايزين نضيف العاب، نجيب اللوا والمانيفست، تمام. فانا دلوقتي ده ملف فيه 1000 لعبه او 900 لعبه، تمام. الملف ده حجمه جيجا وربع. ملف هتلاقي فيه كل اللوا والمانيفست بتوع اي لعبه، تمام. فالملف طبعا ده انا محمله قبل كده، هتلاقيه معاك بالمنظر ده. هنعمل اكستراكت هير ونفضي كل محتوياته، تمام. وبعدين نخش على ستيم زي ما احنا قلنا، زي ما احنا اتعودنا كده. هنخش اوبن فايل لوكيشن ونطلع فوق لغايه config اهو، وبعدين هنلاقي st بلوجن والديبوت كاش. فدلوقتي احنا عندنا st بلوجن اهو، هناخده ده كده كله، ناخده كات، وبعدين نحطه في هنا في st بلوجن، وناخد الديبوت كاش برضو كله كده كات، ونحطه في الديبوت كاش في ملفات في ستيم نفسه. حلو. وبس كده احنا ضفنا ال 900 لعبه. وطبعا احنا كنا عاملين من الاول الستيم انلوجد،
فدلوقتي هتلاقيهم شغالين معاك على طول. تعالوا نستر ستيم وبعدين نشوف الالعاب اتضافت ولا لا. هنا اهو هنلاقي الالعاب اتضافت. طبعا في ملفات او في العاب تانية انا كنت ضايفها من الحاجات اللي انا مسحتها، فعشان كده هم اقل. بس انت تقريبا كل لعبه انت عايز يعني كل لعبه انت بتفكر فيها هتلاقيها موجوده عندك يعني على طول اهو، تقدر تلعبها. تمام. هتلاقي معظم الالعاب، كل اجزاء ريزيدنت ايفل، هتلاقي معظم الالعاب اللي انت بتتخيلها يعني. ولو نفترض طيب انت هتيجي تقول لي طب انا في لعبه عايز اضيفها، يعني في لعبه معينه مش موجوده من ضمن ال1000 لعبه، طب ما سهله، ما هو ده اللي انا بقى جاي اقوله لكم، ان انت تقدر تضيف اي لعبه براحتك، ما تستناش حد يضيفها لك، ضيفها انت. ف هنخش برضو على الموقع، هنلاقي احنا كده خلصنا تاني خطوة. هنخش على تالت خطوة، ازاي نضيف اللعبة اللي احنا عايزينها. انا كمحمد بستخدم سيرفر الديسكورد ده، اسمه احمد ده. انا كمحمد بستخدم السيرفر ده. بالنسبة لي هو سيرفر كويس، فيه تقريبا كل حاجة انا محتاجها، في يعني في كل الالعاب اللي انا ببقى عايزها، في كل حاجه. فبالنسبه لي ده كويس. هوريكم ازاي بتستخدموه، وهوريكم برضو دي كلها مواقع انا جمعتها لكم بتديك برضو لوا ومانيفست. تمام. عشان تقدروا ان انتوا تضيفوها بنفس الطريقه اللي احنا شفناها، الاس تي بلجن والديبوت كاش. حلو. فانا دلوقتي مثلا الموقع ده التاني هوريه لكم برضو، ده مشهور جدا برضو، بيبقى فيه معظم الالعاب اول ما بتنزل يعني. بس انا بالنسبه لي سيرفر ديسكورد احسن. فهتخش كده السيرفر، هيفتح لك اللينك، هيدخلك على السيرفر هنا بالشكل ده. هنخش على البوت ده. تمام. فدلوقتي احنا عايزين نضيف لعبه مش موجوده او مش متضافه عندي في اللايبراري. انا مثلا دي لعبه زي جراوند 2 دي لسه نازله. تعالوا ناخد الكود بتاعها كده من ستيم دي بي، وبعدين نخش هنا نعمل سلاش. هتلاقي اول حاجه ظهرت في وشك هي المانيفست، وبعدين تحط الكود او الاي دي بتاع ستيم دي اللي احنا خدناه من ستيم دي بي، وندوس انتر ونشوفه نزلها ولا لا. وهتلاقي نزلها طبعا، لانه هو على طول بينزل حاجه اول باول. ونعمل داونلود كده، وناخد الملف ده كده قط. وتعالوا نشوف نحطه ازاي جوه السيم. هنيجي نحطه هنا بيست، وبعدين نعمل اكستراكت هير. هنلاقي دلوقتي بقى عندنا لوا وعندنا مانيفست. طيب انتوا فاهمين بقى خلاص. يبقى بنخش على ستيم اوبن فايل لوكيشن، وبعدين نطلع على الكونفيج، وبعدين نخش على الاس تي بلجن نحط اللوا، وبعدين نخش على الديبوت كاش نحط المانيفست، وبعدين نقفل، وبعدين طبعا كالعاده نروستر ستيم. جراوند 2 اتضافت ولا لا؟ جراوند 2 اهي كده. عندنا جراوندد العاديه وجراوند 2 اللي احنا لسه ضايفينها. وبس كده انت ضفت اللعبه بنفسك. واي لعبه انت عايزها بتفكر فيها في ستيم دي بي، هتاخد الكود بتاعها، تخش على سيرفر الديسكورد هنا، تكتب سلاش وتحط الاي دي بتاعها هنا وتدوس انتر. هيظهر لك الحاجه بالمنظر اللي انت شفته ده. هتقوم دايس هنا داونلود، وتاخد الملفات تحط اللي هو والمانيفست في اماكنهم اللي انا شرحتها لكم. وبس كده. نخش بقى على النقطه الثالثه، وهي ازاي احدث اللعبه. نفترض زي والبيبر انجن ده التحديث اللي بينزل ده تحديث قديم. فانا دلوقتي عايز يعني تعالوا اوريكم بقى يلا. فانا دلوقتي عايز انزل التحديث الجديد ده، كده تحديث قديم. تمام. هو دلوقتي خلاص كده نزل. تمام. فدلوقتي تعالوا احنا عايزين نحدث لاخر اصدار. فاحنا عايزين نحدث مانوال، يعني هنحدث الحاجه يدوي، مش هنحدثها، مش هنستنى حد يحدثها وبعدين يبعتها لنا. تمام. لان دلوقتي في طريقتين، يا اما انا اخش تاني على احمد دلوقتي واشوف البيبر انجن فين. فانا مثلا دلوقتي عندي يعني هخش مثلا ستيم دي بي كده. تمام. واكتب وول بيبر انجن. تمام. واخد الكود ده كده، واخش هنا احط الكود واسيرش. تمام. اول ما اخد الملفات دي المفروض ان هو محدثه، واحنا مش عايزين ناخد التحديث من هنا، احنا عايزين احنا اللي نعمل التحديث بنفسنا. طيب ازاي بقى؟ هقول لك. هنخش على الموقع، ونخش على الخطوه رقم 4 ازاي احدث اي لعبه بنفسي. ونخش على الموقع ده. لو عامل معاك حاجه زي كده افتح في بي ان. تمام. لانه انا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه، بس تمام. عشان لو انتوا مش فاهمين، اول حاجه انت طبعا لو انت بتستخدم اي متصفح تاني محتاج ترانسليت. لو انت مش عندك فاستخدم ايدج كده المفروض في عند اي حد. خش هنا ندوس دي كده، وبعدين نترانسليت كده عشان افهمكم بس الدنيا. هو عمل خلاص ترانسليت.
دلوقتي انت هتحط هنا الميل بتاعك، هتحط اليوزر نيم بتاعك، هتحط الباسورد هنا، مش لازم هتحط هنا الكود، تمام، الكابتشا، تحط الكود ده اللي هنا ده هتحطه هنا، وبعدين تدوس هنا على ده، وانت حاطط طبعا كل البيانات دي. بعد ما تحط كل البيانات دي هتدوس هنا، هيجي لك كود على الميل بتاعك، هتحطه هنا، وبعد كده تدوس نيكست. انت كده خلاص سجلت، الموضوع سهل. فانا سجلت طبعا. تعالوا نعمل ترانسليت، تمام، وتعالوا نحدث، احنا عايزين نحدث والبيبر انجن. فهنيجي ناخد اي حاجه عموما، اي حاجه انت عايز تحدثها هتبقى بنفس الطريقه دي. انا دلوقتي هحدث والبيبر انجن، فهندوس كنترول سي كده ونحط الكود بتاع البيبر انجن هنا، وبعدين ندوس دي اسمها المفروض تايتل، الترجمه بعافيه شويه، فبندوس عليها كده اهو. كلمه تايتل ظهرت، هندوس تايتل كده، تمام، ويستنى يعمل فيريفاي. ندوس هنا على المربع ده، وهينقلنا في الحته ديت، تمام. لما نيجي نعمل ترانسليت كده، احنا عايزين انفنتوري كاشنج دي، تمام، فبنعلم عليها كده، هي هتبقى مثلا هنا، احنا لا هنعلم على دي وندوس سيرش، تمام كده. احنا طلع لنا حرفيا اخر حاجه هي الوالبيبر انجن، هي ديت، ده اخر ابديت نازل للوالبيبر انجن. بس هيفتح معانا الصفحه دي، تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نشوف ايه احدث ابديت، فهنلاقي احدث ابديت اللي هو نزل يوم 18/2/2025، تمام. فهنخش كده ندوس على دي، بس قبل ما ندوس على دي لازم نكتب كومنت، يعني قبل ما تحمل اي حاجه، عشان مش هيرضى، هيقولك ما ينفعش، لازم تكتب زي ثانك يو كده او حاجه، وتكتب كومنت بالشكل ده، وبعدين تدوس على هنا، هينقلك على الصفحه دي. هنعمل لها ترانسليت برضه عشان تبقوا فاهمين الفكره في ايه. هيطلع لك ده، وبعدين دوس سيف ذا تشيك ليست. وبعدين ندوس هنا كيب. هو ده المانيفست اللي احنا محتاجينه. هو كده مش هيديك لغه، هو هيديك مانيفست بس. فاحنا عشان نعمل الابديت، تعالوا اوريكم نعمله ازاي. هناخد ده كده كات، وبعدين نطلع هنا كده بيست، وبعدين نفتح زي ما احنا اتعودنا الفايل لوكيشن، بعد كده نفتح الكونفيج، وبعدين نخش على البلجن ونخش نسيرش عن الكود بتاع الويبر انجن اللي احنا جبناه من ستيم دي بي، اللي هو ده، تمام. نسيرش عنه هنا كده، فهنلاقي اللو دايما هي بتبقى الكود بتاع ستيم، يعني بيبقى الكود دوت لو، تمام. فده كده الويبر انجن. فاحنا هنعمل ايه؟ هنخش على اللو ده، نعمله edit wait open with notepad، تمام، ونفتح ده كده بالمنظر ده، هيظهر لك الملف بالشكل ده. فاحنا دلوقتي عايزين نبحث عن الرقم ده، اللي هو اول رقم هنا كده، اللي هو 4319661، تمام. فالرقم ده هندور عليه في النوت باد، هنلاقي اهو تاني واحد هنا، بس ملناش علاقه بده. احنا هنخش على التالت ده اللي هو ده، وهنلاقي فيه كود هنا، تمام. هنيجي نعمل رينيم، وناخد الارقام من هنا لغايه تحت هنا، ويت كده لغايه هنا، الرقم ده كله حلو. وبعدين نخش هنا كده، بعد ما خدنا الرقم اللي من هنا لغايه تحت لغايه اخر رقم، خدناه كوبي، هنجي نعمله هنا بيست. فاحنا كده غيرنا الرقم اللي كان جوه هنا، وحطينا الرقم الجديد، حلو. بعد كده ندوس ايه؟ سيف. بعد كده نقفل ده. فاحنا كده حدثنا اللغه. طيب خلاص، يبقى احنا كده اصلا كان عندنا اللغه، احنا بنحدث، فاحنا كان عندنا اللغه حدثناه جبنا اخر تحديث من المانيفست من الموقع، تمام. فهنخش على الديبوت كاش، ونقوم رامين ده هنا كده ونقفل. ولو انت رميت حاجه زي كده وقال لك ريبليس، اعمل ريبليس طبعا. بعد كده نرستر ستيم ونشوف الابديت. لو الابديت نزل هنعرف منين؟ هنخش طبعا هنلاقي ان البرنامج بيقول لك احنا عايزين نعمل ابديت، فهنخش كده ونشوف هل فعلا في ابديت نزل ولا لا.
وفعلا الابديت نزل معانا اهو بالشكل ده. وبس وبكده باي حاجه انت عايز تعملها ابديت هتعملها بنفس الطريقه. دلوقتي هشرح لكم فكره الاونلاين، ازاي تلعب اونلاين، وهي ده اللي حرفيا الناس بتستخدمه يعني عشان يخلوكوا تلعبوا اونلاين مع اصحابكم، هو فيكس اونلاين. تمام. بتخش على الموقع بتاعهم وبتشوف اللعبه اللي انت عايز تلعبها. فمثلا نجرب في لعبه زي بادي كام. تمام. فدلوقتي هنخش على هنا ونكتب بادي كام اهي. تمام يا جماعه. بصوا الملف بتاع الاونلاين فيكس عموما مش لازم الفيرجن، يعني مش لازم ان انت انا عندي فيرجن قديم، فهي ملفات الاونلاين فيكس دي بتتحط على اي فيرجن سواء بقى نزل لها، يعني حتى لو نزل البادي كام اللي انا معايا دي تحديث وانا حملته وحدثته نفس الملفات دي باخدها احطها جوه عادي برضو مش بتشتغل يعني. تمام. فعشان عشان تقدر تحمل الحاجه من هنا لازم تكون مسجل طبعا، بتسجل دخول بالشكل ده وهيظهر لك الملفات كده بالشكل ده. بعدين هتدوس على داونلود. هو ليه في بورتات يا جماعه؟ سوري. ماشي. ده اللعبه كلها عموما، يعني هو حاطط اللعبه كلها، فاحنا محتاجين ملف الفيكس بس اللي هو الملف ده. تمام. مش محتاجين اكتر من ده. فهناخد الملف ده كده كت ونحطه هنا بيست، وبعدين نعمل كانسلات انت اكستراكت هير، ونحط الباسورد بتاعهم اللي هو دايما هتلاقيه تحت، يحطوه هنا في مكان ما او فوق. ثانيه. الباسورد بتاعهم عموما هو ده يا جماعه عشان ما نقرفش نفسنا يعني. الباسورد بتاعهم هو ده. نخش نحطه هنا كده، ندوس اوكي، هيجي معانا الملفات بالمنظر ده. هناخدها زي ما هي كده كوبي، زي ناخد الاتنين دول كده كده هم كوبي، ونخش بقى على ملفات بادي كام. نخش هنا كده اهو، براوز لوكال فايلز، وبعدين نبيست هنا. بس ثانيه، لا ثانيه، كنترول زد. الملفات دي جوه الانجن. ماشي. ايه ده؟ طب ما هو ما قاليش كده الملفات فين. ثانيه يا اولاد اللذينه. لما يحصل معاك حاجه زي كده سيرش بقى، يعني اقعد دور كده الاول وافهم من الاول. بادي كام بلجن، هنا ستيم كور برو، وهنا وين 64. تعالوا نشوف كده في ملفات بادي كام نفسها. تقريبا هي دايما بتبقى في الانجن يعني. وين هنا؟ ماشي. لوجن ستيم كور سورس، ماشي، يبقى هو ده الانجن. هنا في ايه؟ بينرز وين 64. لا، البلوجنز هنا. خلاص ماشي كده احنا فهمنا. بص كده دايما سيرش يعني، ده عشان ما تجيبش العيد. حلو. انت دلوقتي عندك انجن وبادي كام، فاحنا بنشوف دي ملفات الفيكس، فبنشوف هو هنا فيها ايه. فيها دي. تمام خلاص، يبقى ده هدور عليها، يا هي هتبقى في الانجن يا في البادي كام. فلما احنا دخلنا في الانجن ما لقيناش الستيم كور، لكن لقيناها فين؟ لقيناها في البادي كام هنا اهي. يبقى هي الملفين دول هيتحطوا هنا ونعمل ريبليس وبس كده. هنقوم قافلين ده كده وداخلين. طبعا هيجي احمد بلحة يقول لك ده ممكن تاخد بان من ستيم. مفيش الكلام ده يا جماعه. انا ده الناس بتقول كده بس عشان ما تعملوش كده، عشان ما يقولكش والله ده انا، عشان ما يقول بدل ما يقول لك انا هو ده الاونلاين انا بستخدم اونلاين كده، يقول لك لا انا اصل بعمل طريقه ولا طريقه ولا حاجه. هو مش عايز بس يعرفك هو بيعمل ايه، انت فاهم؟ مش عايزك حتى تجرب، عايز يخليك تخاف تجرب. فانا جربت يا جماعه عموما عنكم بقالي اكتر من 4-5 شهور على نفس الفكره. بحط الملفات جوه وبنلعب انا واصحابي والدنيا تمام. اصحابي مجربينها يعني ما تقلقوش. ما مش هقول لكم حاجه، هي فعلا انا دلوقتي انا حرفيا دلوقتي بقول لكم كل الصح، حرفيا ده كل الصح. فيلا تعالوا نجرب كده نشوف اللعبه هتشتغل معانا اونلاين ولا لا. بص انا بفتحها من ستيم نفسه، مش بفتحها من بره ولا حاجه، من ستيم نفسه. فتح طبعا الموقع ده، وهو خلي بالك ان بيقفلهولك بسكريبتايه يعني، واي سكريبتايه صغيره كده عشان ما يبانش يعني هو بيعمل ايه. وزي ما انا وريتكم كده اللعبه شغاله اونلاين، بس انا مش عارف، مش راضي ان انا اصور جوه اللعبه لسبب ما، بس اللعبه شغاله اونلاين.
واشتغلت عادي. وده نفس اللي انا بقوله لكم، انتوا خلاص كده الموضوع سهل. انتوا اي لعبه انت عايزها بعد ما تكون سجلت دخول، مثلا لعبه زي بيك، هتخش مثلا على اول ملف، وبعد كده تدور على الملف الفيكس، تدوس عليه كده وتعمل له داونلود وتحطه جوه ملفات اللعبه. وطبعا ان وطبعا يعني هو الفكره كلها ان عشان ما يقول، عشان الشخص عشان ما يقولكش هو بيعمل ايه، فيقول لك ده يجي احمد حجاشه اصل والله ده انت عملت كده تاخد بان في ستيم وتاخد بان. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها بان في ستيم اصلا يا جماعه. بان في ستيم ده انت عملت حاجه تانية خالص، ملهاش علاقه بده خالص. تمام. لان بس فبتحط الملفات عادي جوه، وانا مش عايزك تعرف انت هو بيعمل ايه. بتحط الملفات عادي جوه. بعد ما بتحط الملفات بتشتغل معاك اللعبه اونلاين. تمام. وبرضه هتعمل كده مثلا لو انت معاك واحد صاحبك تاني، هتحط له برضه ملفات وتعمل نفس الطريقه وتشتغل معاه اونلاين برضه. فاي لعبه انت بتتخيلها هتجيبها من هنا وتضيفها، وما تستناش حد يضيفها لك. فيا جماعه ده الفيديو بكل اختصار. انا اسف ان انا طولت عليكم، بس انا كان لازم اشرح لكم كل حاجه اعرفها عن الموضوع ده. لازم تفهموا كل حاجه وما تستنوش. مش محتاجين برامج عشان نضيف الالعاب دي. مش محتاجين نستنى حد يضيف لنا وما يضيفلناش. مش محتاجين اي حاجه من حد، احنا ممكن نعمل كل حاجه بنفسنا. الموضوع سهل، الموضوع بس محتاج تدوير. انا دورت لكم وساعدتكم على قد ما اقدر، وكل حاجه اعرفها قلتها لكم. انتوا كده اخر حاجه ناقصاكم هي الباي باس. والباي باس ده فيديو نازل قريب جدا. باي باس كامل لكل حاجه، حتى العاب الدينوفو. العاب الدينوفو زي بلاك ميس، الالعاب اللي محتاجه اللي فيها حمايه عاليه، كل ده نازل ببلاش. ده حاجه نازله قريب باذن الله، بكره او بعده. بالنسبه للوالبيبر انجن، الوالبيبر انجن هنزل لكم السورس كود كامل بتاع الوالبيبر انجن. تقدروا ان انت عشان تنزلوا الخلفيات اللي انتوا عايزينها، تقدروا انتوا بقى تشكلوه براحتكم وتشغلوه زي ما انتوا عايزين. السورس كود كامل كله معاكم، وهوريكم ازاي تشغلوه كبايثون. وانا عامل ملف اكس اي عشان اسهل عليا وعليكم. ده تشغل، تدوس ملف الاكس اي على طول تشغله يشتغل معاك. ده باذن الله الفيديو ده نازل بكره. انا عايز الفيديو بقى ده لايكات، شير، كل حاجه تقدروا تعملوها معايا اعملوها لو استفدتوا فعلا من الفيديو ده. و... وبس باذن الله تستنوا فيديو البيبر انجن ده هينزل بكره. وعايزين نكسر الدنيا باذن الله. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.